لو سألتها مالك وقالت لك مفيش حاجة؟ اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. ليه لما الراجل يسأل البنت مالك ترد عليه تقول مفيش حاجة؟ هو انا كده مش طايقه نفسي. طب هو لو مفيش حاجة يبقى ايه السر الكبير اللي مخلي الحوار ده ينتهي بكلمة غامضة كده؟ وانت دخلك ايه؟ الراجل يبقى حاسس انه داخل في مفترق طرق. يا عيني على الحلو لما تبهدله الايام. يا يقول مالك تاني فيلح عليها هتقول له بقى ايوه قول له بقى. يا اما ما يقولش خالص ويبقى انت كده بقى دخلت في قصه اسود من تحت. طب اعمل ايه؟ بص بقى يا سيدي، العلم بيقول ان لما الست تقول مفيش حاجة ده في الحقيقة مش مجرد رد، دي حاجة أعمق بكتير. حاول تعمل اختبار للراجل، يعني بتعمل لك اختبار. والله والله انت عندك القدرة انك تحس بيها من غير ما تقول ولا كلمة. الستات بيفكروا او بيفتكروا ان اللي بيحب بجد مش محتاج يسمع قد ما محتاج يحس. نصيحة يا معلم، لو سألتها مالك وقالت لك مفيش حاجة، اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت.